كلما أنظر إلى طريق الطف أرى زينب وهي على ناقة هزيلة ويحدوها شمرة. هناك سؤال يطرح نفسه نظرة تعجب، فعلا هذه زينب بنت علي أخت العباس؟ كانها زينب هاي، كانها زينب هاي بنت حامد دخيل، بس عجيبة نشوفها بلا يا أهل. كون أخت عباس تركب على الهزيل، يعني يا ستار عباس انشتت. كانها زينب هاي بنت حامد دخيل، بس عجيبة نشوفها بلا يا أهل. كون أخت عباس تركب على الهزيل، يعني يا ستار عباس انشتت. هي زينب هاي عناقة وتميل، ومن تميل الريح يسندها بخجل، بيها هيبة حيدر وزعل تشفي، وبيها صبر حسين لاح ويا الزعل. والعجيبة شلون يحديها الغريب، وانا اعرف زين بطباع الكفل. وكان راس حسين ذاك العالرمح، او هذا يا سيف الذبح خير العمل. وين 7 القنطرة و7 الطفوف؟ اش صبر الراس على رمحه وما نزل؟ بعينه من شاف الشمر صوته ينوح، بمتن زينب كيف عباس احتمل؟ هي زينب هاي، هي زينب هاي عناقة وتميل، ومن تميل الريح يسندها بخجل، بيها هيبة حيدر وزعل تشفي، وبيها صبر حسين لاح ويا الزعل. والعجيبة شلون يحديها الغريب، وانا اعرف زين بطباع الكفل. وكان راس حسين ذاك العالرمح، وهذا يا سيف الذبح خير العمل. وين 7 القنطرة و7 الطفوف؟ اش صبر الراس على رمحه وما نزل؟ بعينه من شاف الشمر صوته ينوح، بمتن زينب كيف عباس احتمل؟ يعني هاي ام الخدر زينب اقول، يعني ايس لا خدرها ولا اهل، يعني لا شفالها ينوح تشوفوه، ولا ابو الحملات من صاحب حمل. يعني هاي ام الخدر زينب اقول، يعني ايس لا خدرها ولا اهل، يعني لا شفالها ينوح تشوفوه، ولا ابو الحملات من صاحب حمل. يعني ظلت بين شتان الحسين وبين سلاب الربا بحضن الفشل، بس على عناد الوقت وش ما يدور، ما تهبط راس هربات الفحل. هي زينب ما يغيرها المصاب، ان كان عناقة واذا فوق الجبل. هي زينب.